اولا وحشنا جدا، ودايما وابدا ندعو لك بالتوفيق انت ومجلسك. يا رب ان شاء الله. سيادة المستشار، كنت عايز اسال حضرتك، اليوم تعذر وصول عصام الحضري ومندوب المريخ السوداني، هل بالفعل غدا سيتم انهاء هذا الموضوع؟ يعني اليوم اعتذر، انا لغايه دلوقتي ميعادنا الساعه 6 ولم يصلنا اي اعتذار من حد. يعني الامور ماشيه كما هي، بل كابتن احمد رفعت كلمني لان هو كان مدرب هناك وبرضه حدد لي الميعاد الساعه 6. يعني ما اعرفش الخبر اللي حضرتك تقول ده مصدره ايه. يعني انا عندي خبر، يعني فريق الاعداد بيقول لي مصدره موقع جول، جول المصري بيقول ان عصام الحضري سيكون غدا لانهاء العقود هو والسيد عادل ابو جريشه المسؤول عن الصفقه، ولكن ربما يكون يعني تاخير، يعني مش عارف. انا زيك برضه لست متاكد يا سياده المستشار. انا والله انا بتعامل على ضوء المحادثات اللي هي مع كبار، وماليش دعوه بالمواقع. وانا لسه داخل الليل اهوت، وعلى اساس الميعاد الساعه 6 ان شاء الله. يبقى اذا انت الاصدق الساعه 6 وبعد دقائق من الان سيتم انهاء موضوع عصام الحضري رسميا، وما ينفعش ان احنا برضه نعتمد على اي مصدر وانت معنا، لان بالتبعيه لو ان هناك اعتذار كان وصل للنادي مبكرا. طيب سياده المستشار، هل بالفعل عصام حصل على الجنسيه السودانيه ولا ما عندكش علم؟ والله انا سمعت ان هو شرط هناك، وان السيد الرئيس هناك في السودان اداله اجازه يعني بهذا الموضوع. طيب فيما يخص يعني لاعب غزل المحله او حارس مرمى غزل المحله، يعني في كلام كبير انه هو اقترب من نادي الزمالك. والله لسه هذا الكلام، لان احنا كنا بنشوف اللاعب رمزي اللي هو كان في المريخ هناك، وكان بلغنا ان انتهت علاقته هناك بالنادي. كان في شبه اتفاق ومضى على 3 عقود وكل حاجه، ولا ما مضيتش، وبعدين انتهينا ان احنا مش هنكمل المشوار. يعني موضوع رمزي صالح اكيد انه اصبح خارج حسابات الزمالك. بالظبط كده. اذا ابراهيم فرج ربما يكون يقترب من نادي الزمالك في حاله ما اقرر الجهاز الفني ذلك نهائيا. انت قلت كلمه كويسه، هو في حاله اذا ما قرر الجهاز الفني. بالظبط. لكن انا ما اقدرش اتصدى للموضوع لوحدي، على اساس ان الجهاز الفني لازم يختارني ويقول لي. لكن ما فيش حد بلغني باي شيء دلوقتي. طب هل سياده المستشار الجهاز اخبرك برغبته في التعاقد مع لاعبين بخلاف مركز حارس المرمى؟ ايوه حضرتك، 1 مهاجم و2 مساكين، على اساس ان هو بيبحث على ما هو اصلا